أهلا بكم في قراءة جديدة للصحف الوطنية صادرة يوم الثلاثاء 9 شتنبر 2014. وفي العناوين تصدر صحيفة الصباح عنوان يقول: تفكيك شبكة بالبيضاء لقرصنة البطائق البنكية. أخبار اليوم عنونت خبرها الرئيسي بشكل بارز بتعليمات ملكية: الحكومة تنزل بقوة لدعم التجربة الديمقراطية في تونس. أما صحيفة الناس فقد ذكرت على صفحتها الأولى: مكتب الصرف امتيازات خارج القانون لمهرب الأموال إلى الخارج. في التفاصيل نعود إلى صحيفة الصباح في عنوانها القائل: تفكيك شبكة بالبيضاء لقرصنة البطائق البنكية. أفرادها ينشئون صفحات وهمية لشركات الطيران على الإنترنت للحصول على أرقام سرية وتوظيفها في حجز تذاكر وفنادق. بتعليمات ملكية: الحكومة تنزل بقوة لدعم التجربة الديمقراطية في تونس. عنوان اختارته يومية أخبار اليوم ليتصدر صفحتها الأولى وتنقل فيه عن بن عبد الله: جئنا لتأكيد استعدادنا لشراكة ودعم نموذج تنموي ديمقراطي في محيط مضطرب. مكتب الصرف امتيازات خارج القانون لمهرب الأموال إلى الخارج. عنوان نقرأه على يومية صحيفة الناس تقول فيه: مذكرة الحمر تدعو الأبناك إلى السماح للمهربين بنقل أموالهم إلى الأقارب وخبراء يدقون ناقوس الخطر. الصباح خصصت عددا خاصا حول الدخول المدرسي بأخبار وملفات تتابع الشأن الدراسي، وعنوان صفحة العدد الرئيسية بالموسم الدراسي الجديد: إصلاحات على المحك. سنة اختبار التنظيم الجديد للزمن المدرسي والبكالوريا المهنية ورهانات ربط التعليم بسوق الشغل. وفي عنوان ثاني تعود يومية أخبار اليوم لفتح ملف الدخول الاجتماعي عبر عنوان قالت فيه: النقابات تتوعد بانكيران بدخول سياسي ساخن. مخاريق والأموي وشباط يرفضون في تصريحات لليوم رفع سن التقاعد. نفس الجريدة قالت في عنوان آخر لها: الإحصاء بطنجة، مواطنون يرفضون المشاركة وآخرون يقدمون معلومات تضليلية. كاتب المقال توقف في مقاله عند مظاهر رفض للإحصاء وأجوبة تضليلية تواجه العاملين على الإحصاء، وأحيانا وصلت حالات إلى السب والشتم والتهديد. يومية الأخبار وضعت على رأس صفحتها الأولى: هذه هي التحقيقات التي أطاحت بمسؤولين أمنيين بالبيضاء في ملف الكوميسير الصوتي، حقيقة علاقتهما بالطولر الذي وضع شكاية ضد الرئيس السابق للمنطقة الأمنية بالفداء. وفي عنوان آخر تقول يومية الأخبار: الحكومة تزيد في أسعار بيع الدم البشري. قرار لوزيري الصحة والمالية حدد تعرفة جديدة لمشتقات الدم تصل إلى 4800 درهم. ومن يومية المساء نقرأ: حقائق صادمة حول اتهام والي أمن القنيطرة بالتحرش الجنسي بزوجة رئيس المنطقة. التحقيقات الشاملة التي أجرتها الفرقة الوطنية تشير إلى عدم وجود أي أدلة تورط الوالي محسون فيما هو منسوب إليه في الشكاية التي رفعتها ضده زوجة رئيس المنطقة، والتي تصر على أقوالها وتطالب بملاحقة المشتكى به قضائياً. وفي حوار مع مدرب المنتخب الوطني المغربي بدو الزكي أجرته جريدة المساء يقول الزكي: المنتخب الوطني يسير في الطريق الصحيح. مدرب الأسود دعا الجمهور إلى الانخراط في دعم المنتخب وتأجيل المحاسبة إلى ما بعد كأس إفريقيا. بالخبر الرياضي ننهي قراءتنا للصحف اليوم ونودعكم إلى لقاء في قراءة قادمة.